فجأة مرة واحدة صحينا من النوم، صباح الخير يا جماعة، ازيكم، ايه الأخبار، عاملين ايه، ما سمعتش ايه، ما دريتش ايه، زيزو راجع، ده جد، ده كلم الناس، مش كلم الناس، ده كلمهم لهم ده راجع وهيجدد في الزمالك. انت ما تعرفش السوشيال ميديا تكتب والناس تكتب وكله رايح بقى. يا جماعة مش كل حاجة بتتقال نجري وراها في السوشيال ميديا، مش أي حاجة بتتقال نجري وراها. هذا الأمر أصلا لم يحدث، منطقيته حتى كمان بالنسبة لك أمر غير منطقي، يعني أمر غير منطقي. أنت كزملكاوي حتى كمان اقعد فكر فيها كده، انت كزملكاوي هل اصلا مقبول لعيب مشي وانت عرفت ان هو راح للغريم التقليدي رجع تاني فيرجع، هل انت ده هتقبله منطقيا؟ يعني اكيد لا. هل ده على ارض الواقع اصلا حصل؟ نهائي. لا بص، نهائي، اللي هو مفيش منطقيا مفيش طرح بالنسبه لك انت كزملكاوي مقبول. طبعا يكون الموضوع النهارده ماهر غريب مسؤول علاقات في نادي الزمالك او مسؤول الاعلام في نادي الزمالك طلع النهارده قال لك زيزو كلمنا وعايز يجدد وكان ندمان ومش ندمان والكلام من ده على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا كلها. طبعا الكلام ده كله هلس، كلام ابراهيم فايق صحيح. واحد يقول لي انت تصدق ابراهيم فايق ما تصدقش ماهر غريب، اقول له اه، عشان دوت احنا عارفين اخرهم ايه. اقسم بالله يا جماعه، واحد هو وابوه قال لك نادي الزمالك داس على كرامتنا، ابوه قال لك نادي الزمالك داس على كرامتنا، وزيزو قال لك ما تضرنيش وي وعلى فكره زيزو نادي الزمالك جهز المبلغ اللي كان عايز يجدد بيه زيزو وزيزو رفض. بالله عليكم بعد الهز ده كله هيرجع يقول لهم انا عايز اجدد؟ قال لهم كده، هنقول قال لهم كده، نمشي على كلامهم، قال لهم كده. هل لو قال لهم كده هيقول لهم قولوا للاعلام او نزلوا مثلا على السوشيال ميديا كلها اللي انا قلت كده؟ ده يقلب عليهم تاني لو حصل اصلا كده. فطبعا كلام المسؤول في نادي الزمالك كله غلط. زيزو ولا عرض نفسه ولا حاجه، ولو عرض نفسه هيقدر على الشرط الجزائي اللي مواجهه مع شركه الاهلي؟ ده بقول لك شرط جزائي خيالي، كلام في الهواء. زيزو بيطالب ب 70 مليون، الزمالك بيقول ايه؟ بيقول لك يا باشا انت ليك عندي 9 مليون جنيه مستحقاتك المتاخره، التفقيطه بتاعتهم ازاي؟ 5 مليون ده سيتم تعليقهم كنسبه مشاركه، 9 مليون اللي انت ليك عندي فيهم في 5 مليون متعلقين مشاركه، حطها على جنب، اتبقى لك عندي 4 مليون. ال 4 مليون اللي ليك عندي لا مش نسبه مشاركه بقى، انت عامل 4 اعلانات، 4 اعلانات دول ان انا ليا فيهم 20% يا دوب يجوا على قد ال 4 مليون، عايز مني ايه؟ لا مفيش، سلام واحد. ده الزمالك ايه؟ هيقول لي لمين كده؟ هيقول لي لزيزو عايز مني ايه؟ مش قلت لك ليك 9؟ التسعه دولت فيهم 5 نسبه مشاركه. ازاي؟ نسبه مشاركه. طب ما انا الاربعه، مش انا قلت لك انه خصمنا ففي الاربعه له 20% بقى، انت عامل 4 اعلانات انا ما خدتش منهم فلوس، فانت كده مالكش حاجه عندي. القصه كلها كالعاده، زيزو يقول لك انا ليا عند الزمالك 70 مليون، الزمالك قال له لا انت ليك 9 مليون جنيه فقط لا غير، زي ما ابراهيم فايق قال لكم كده. الزمالك قال لك 9 مليون منهم 5 مليون نسبه مشاركه، وانت كده كده مش هتشارك الماتشات الجايه، فانت 5 مليون دولت كده اتبقى 4 مليون. ال 4 مليون دولت انت عملت 4 اعلانات ما خدناش منهم حاجه، احنا دلوقتي لا، احنا لينا في الاعلانات دي 20% عن كل اعلان، يعني ال 4 مليون بخ كده، يعني 9 مليون جنيه كلهم راحوا. مش انا اللي بقول، ده ابراهيم فايق اللي بقول، وليه مصادر على فكره. واحد يقول لي الزمالك يعمل كده، والله يعمل كده. والله يعمل كده. ده ده جاليب بتاعته مصروف الفيفا يا جدعان، يعمل كده والله. ما يعملش كده ليه؟ هو صغير على كده؟ يعمل كده وابو كده الزمالك. ولكن الايام الجايه زيزو ليه 70 مليون وزي بيقول لك 9 مليون، الايام الجايه مين ليه عند مين؟ لو زيزو ليه والزمالك ما دفعهمش، الزمالك هيدفعهم في الفيفا الدبل على طول.